انيميا سبب قله دم الحيض، لا ده حاجه وده حاجه، ده سيناريو وده سيناريو، مش عشان ده دم وده دم. انتوا بص الفكر، بص الفكر، تلاقي دايما ايه، الست ترجعوا عندها الانيميا عشان دم الحيض، مع ان دم الحيض ده تكوين جديد اصلا وهو مش دم في الواقع، يعني هو مش فتح عندها شريان فنزفت، لا ده انت كل شهر. وعلى فكره الدوره الشهريه للست عباره عن 4 اسابيع، 4 سبعات، يعني كانت اقل شويه يعني. كل 7 عندها تغير هرموني، كل 7 ايام عندها تغير هرموني، لان الطور التمهيد في الرحم بيتغير، وشكل البويضات جوه المبيض بتتغير لحد ما يحصل التبويض وتفرقع البويضه. انا هعمل لها حلقه بس مؤقتا. انت من ساعه ما بتبداي دورتك بعد انتهاء ايام الطمس بتتكون عندك البويضه وتفضل تكبر لحد سن 14 يوم، ليله ال 14. المفروض في الليله ال 14 دي تفرقع من المبيض بتاعك وتبقى في التجويف البطني، يعني طلعت من جوه المبيض بقت في التجويف البطني. عشان كده الست اللي عايزه تشوف عندها تكيس مبايض من عدمه تشوفه بالسونار في اليوم ال 13 ال 14 ال 15، لان لو ما حصلش التبويض والبويضه فرقعت هتعمل لها كيس بقى. فاللي تروح تشوف الكيس في اول الدوره انت ما استفدتيش حاجه، هو الكيس مش هيظهر غير في نص الدوره من اليوم ال 12 لليوم ال 16 مصري. في التوقيت ده الهرمونات وهي بتطلع بتخلي بطانه الرحم تكبر. بطانه الرحم ايه؟ تكبر. فبطانه الرحم دي عباره عن خلايا مستحثه، يعني خلايا جديده العهد، خلايا لسه منشاه دلوقتي. ولا نفترض ان انت هتحضري البطانه بتاعت الرحم، بطانه الرحم دي هتحضريها مثلا في من اول اليوم البيريود لحد اليوم ال 14 لحد اليوم ال 20 بتبني في الطانه. لو قلنا ممكن انت عملت لك 1.5 مليار خليه، 2 مليار خليه عملتيهم بطانه مستعده ان انت يحصل تخصيب للبويضه اللي فرقعت من 4 5 ايام، صح؟ ما حصلش. تقوم البويضه اللي طلعت تصغر زي الهلال، تبقى كريسنتك بقى كده وتفقدي هرموناتك، فيحصل شيدنج داون، يعني هذه البطانه او ما تم بناؤه من خلايا بتقع. يعني ايه بتقع بقى؟ يعني الخلايا نفسها هي اللي بتقع، مش دم بقى نافوره دم نازله من حضرتك، لا 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 لا، دي خلايا حديثه جديده انا مصنعها في ال 14 يوم اللي فاتوا، وبقى عمرهم الافتراضي عندي دلوقتي داخلين في 20 يوم. ما جاتش بويضه مخصبه تبات عندنا احنا هيحصل فينا شيدنج، هنقع. ليه؟ لان الهرمون بتاعها وقع خلاص. البويضه اللي طالعه تتخصب ما اتخصبتش. وقوع بقى هذا الجدار الرحمي هو دي الدوره، فما فيهاش دم، ما فيهاش دم فقدان دم ليكي، لان دي خلايا جديده انا اللي مكونها، فالمفروض ما بخسرش فيها دم جديد، ده هو دم انا اللي عامله وانا اللي فقدته، فده ما فيهوش عليكي اثر. لكن احنا اصلا بطبيعه الحال حتى قبل سن البلوغ وقبل وجود دوره الست اقل من الراجل تقريبا 1.5 جرام في الديسيليتر. يعني لو الراجل 15 هيموجلوبين والست 13، لو الراجل 14 الست تلاقيها 12 من غير دوره. ده من قبل البلوغ اصلا، يعني حتى من قبل البلوغ البنت والولد، البنت اقل من الولد في جرامات الهيموجلوبين، يكفيها اقل منه، يكفيها اقل من الراجل طول عمرها. لكن الدوره الشهريه اضطرابها اضطراب هرموني. حضرتك بتكون بطانه تعبانه والرحم عندك عجوز، مش انت بيجي لك ساعات ستات تقول لك ايه؟ انا عندي بطانه الرحم تخينه، او جالي بطانه مهاجره، ما هي قبل ما بتهاجر بتكون تضخمت هذه البطانه. اللي عندها بطانه رحم تخينه او جالها بطانه رحم مهاجره تعرف ان هي طول عمرها من وهي صغيره بتشتكي من الدوره الشهريه. يا الدوره الشهريه فيها الام زياده، يا الدوره الشهريه مش منتظمه في الاوقات، يا الدوره الشهريه بتنزل عليها كتل شبه الكبده كده ولونها غامق، تعرف ان الست دي
هرموناتها بتشتكي منها من سن صغير، ان الست دي دايما. وعلى فكره بقى الست دي بقى لازم تلاقي معاها بقى ايه؟ الام في القولون دي شديده، وظهرها بيكون بيتفرتك. دي بقى ظهرها خلصان، لان خلاص اللي وصل للمرحله دي اعرف ان كل جسمه بيشتكي، كل جسمه بتشتكي. الدوره الدمويه حتى لو كانت قويه، لا هنا ما بقتش دوره بقى. بص بقى، بشرى سالت سؤال، هنا اللي عندها نزيف دي مش دوره. عشان كده احنا فرقنا بين حاجتين، الدوره اللي احنا اتكلمنا عليها ده في ميعادها، لكن بقى واحده ما بين الدوره والثانيه شغاله دم، ده مش دوره يا قلبي. انت كده ربنا يكون في عونك، انت كده فعلا يعني فعلا هرموناتك فاتحه على بطانه الرحم شريان. ليه؟ انت عماله كل شويه التهاب في جدار الرحم وتضخم في البطانه. ده كده طول الوقت، مش بوقت ووقت، ده طول الوقت، ده طول الوقت. خلاص؟ فانت البطانه دي ملتهبه وطول النهار بتنزز دم 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 دم. لا ده حدوته ثانيه، ده حدوته ثانيه. لكن انا بتكلم على الست اللي بتشتكي من ده وان هي طفله بتشتكي، من وهي طفله بتشتكي. وعشان اقول لكم حاجه، اللي ماشي على النظام ده لازم، بالذات الست، يعني انا بتكلم على الستات، اللاند مارك الاصليه، اللاند مارك ايوه اسمها استحاضه، مش ده مش كده. وده حتى لفظ شرعي، هو ما اسمهاش كده، اسمها مينوراجيا. مينوراجيا يعني هي ما بين الدوره والدوره في نزيفات، فده اسمه مينوراجيا. خلاص؟ مينوروهيا او راي الولد بتاع جاري لويس. فالمقصود من الحدوته ايه؟ مقصود ان انا لما بقول الدوره بالنسبه للبنت اللاند مارك، يعني لو انا بوصف لك بيتي وبقول لك انت هتمشي في الشارع ده هتعدي الحاره دي في جامع، بعد الجامع ده ادخل يمين. لو انا كده بقول لك ده بيتي، يبقى الجامع ده بالنسبه لك هو الدوره الشهريه. لو الدوره الشهريه الست جت قالت لك الدوره خلاص ما بتوجعنيش، ومش لازم تيجي في ميعادها بالظبط، ممكن تقدم يوم تاخر يوم، بس هي رينج الدوره الاصليه من 23 ل 26 يوم. 23 26 يوم. واليوم التبويض بتاعك لازم تكوني عارفاه، هو بيتحس لل 13 ل 14، ده على الوقت اللي انا قلت عليه. لو على 26 13 بالسنتي، ليله 14 بالسنتي، مش صدفه بقى القمر مع التبويض بتاعك، هو مش صدفه. ليله 14 ليله 14 لو انت دورتك تمام. تعرفي بقى منها يوم الدوره ده، وانا بقول للست بقى اللي عايزه تحمل الكلام ده، ال 15 يوم اللي قبل الافرازات المهبليه ووتري مائيه، ال 14 يوم اللي بعد التبويض بتبقى فيزيد. فيزيد يعني لزجه من ده وده، انت تلاحظيها دي. ويوم التبويض نفسه حرارتك لازم تعلى شرطتين ثلاثه ويجيلك الم في بطنك يا يمين يا شمال حسب هتفرقع فين. بس هو كل ده في الحوض، يعني مش الم زايده، لا هو بقى بيبقى الم بسيط في نص المده، وبيحصل فيه ارتفاع في درجه الحراره، ممكن يبقى معاه في نص اليوم ده رعشه كده، وفرق في الافرازات. مجرد ما اليوم ده حصل افرازات المهبل بتتحول من الووتر المائيه لافرازات لزجه. خلاص؟